عمرك حسيت إنك مهما تعمل لسه مش كفاية؟ استنى، الإحساس ده ليه حل. في إحساس ناس كتير عايشة بيه من غير ما تفهمه، إنك دايما محتاج تعمل أكتر، تثبت نفسك أكتر، تنجح أكتر، وبرغم ده كله تفضل حاسس إن في حاجة ناقصة، وإن قيمتك دايما مؤجلة ودايما مربوطة بحاجة لسه ما حصلتش. الإحساس ده مش طموح ولا كسل، دي برمجة اتزرعت بدري قوي لما الحب والقبول كانوا مشروطين. تعمل عشان تتحب، تسمع الكلام عشان تتقبل، تنجح عشان تتشاف. فالعقل اتعلم ان القيمة مش ثابتة، القيمة لازم تكتسب. ومن ساعتها وانت مش بتسعى تبقى احسن، بالعكس انت بتسعى تثبت انك تستاهل، وهو ده اللي مدمرك. طب ازاي تسيطر على الاحساس ده؟ الاحساس بقى انك مش كفايه بيخليك تعمل حاجات كتير قوي، انك تشتغل زياده وتتحمل زياده وتسكت برضه زياده وتعتذر زياده، عشان في صوت جواك دايما بيقول لو وقفت، لو ارتحت، لو قلت لا ممكن تتحب اقل. فاول حل لازم يبقى في وعي انك مش هتغير حياتك. اول حل انك تغير تفسيرك. كل مره تسمع الصوت اللي بيقول مش كفايه، اعرف انه صوت قديم اتكون في وقت كنت محتاج حماية، مش حقيقة عنك دلوقتي. في شوية علامات عايز أحذرك منها كويس قوي. أول علامة معانا إن الإحساس ده مسيطر عليك، إنك ما تعرفش تفرح بإنجازاتك. أول ما توصل تفكر في اللي بعده، تحس إن الراحة هنا رفاهية مش حق من حقوقك، وده مش طموح، ده هروب. فالحل الحقيقي هنا هيبدأ لما تفصل بين قيمتك وبين اللي بتعمله. انت ليك قيمة وانت بتغلط، وانت بتقف، وانت بتتعب. ولو قيمتك بتقع مع كل فشل، يبقى عمرك ما هتحس بالأمان. ولازم دايما تسأل نفسك سؤال بسيط كل مرة تحس انك مش كفاية: هو الإحساس ده دليل ولا مجرد عادة نفسية؟ في 90% من الوقت للأسف هيطلع عادة نفسية. وعشان كده جزء كبير من الإحساس ده بيقل لما تبطل تعيش عشان ترضي الناس، لأن انت طول ما بترضي الناس بتستمد قيمتك من إرضائك لغيرك، فهتفضل تحت رحمتهم. فلازم تحط حدود، والحدود هنا مش قسوة، الحدود هنا حماية. عشان انت مش ناقص، انت بس اتعلمت تحاكم نفسك بمعايير، سامحني أقولك، مش إنسانية. وأي شخص بيربط قيمته بالكمال هيفضل دايما خسران. ولازم تعرف دايما إن إحساس إنك مش كفاية ده مش دليل حقيقة، ده أثر قديم، وفهمه هو أول خطوة إنك تبطل تجري طول عمرك. وافتكر دايما إن العقل دايما بيختار اللي يعرفه،